حبايب قلب ام امل عاملين ايه؟ انا عندي برد وتعبانه والله، بقالي كذا يوم على فكره. انا ما بصورش من اسبوع كده عندي برد، والحمد لله يا دوب بديت اتكلم. بصيت لقيت بقى ايه، مارينا جارتي اللي جابت لي التورته جايبه لي حاجه حلوه، بتقول لي طنط عملت حاجه حلوه يا طنط. والله برضو الساعه 3:30 اهي بالليل جايبه لي معاها حاجه حلوه، فتحتها لقيتها بسبوسه. تقول لي يا طنط انا مش عارفه اكل حاجه من غيرك يا طنط. وعلى فكره مش ام علي، اقسم بالله ام علي زي ما انتوا بتقولوا، دي مارينا جارتي في العماره ساكنه معايا. على فكرة صوتها غير صوتي خالص. صح؟ صوتها غير انا في ناس صوتي. كتير افتكرها ام علي، بس هي دلوقتي اديتها لي وطلعت، لان انا كنت نايمه اساسا تعبانه. فروحت قايمه قلت لها مارينا انا هصورها تاني تيجي معايا، قالت لي لا خلاص يا طنط الباب مفتوح، وطلعت جري. والله جارتي. ودايما بقول نصيحه، بقول الجار الكويس بقى جارك من بختك. جارك يعني مش عشان هي ادتني طبق بسبوسه ولا الكلام ده، لا. احنا من زمان اتعودنا الجار الكويس احسن من الاهل، ومش هو اللي قريب مني، هو اللي انا ممكن انده عليه وانا تعبانه، هو اللي ممكن يروح معايا للدكتور، وانا اقرب حد هيبقى ليا في البيت. فدايما جارك الكويس من بختك، وانا الحمد لله رب العالمين انا بخت حلو قوي، عشان كل جيراني بتحبني سواء في العماره دي او اي عماره. بصوا بقى، تسلم ايديكي يا مارينا، تسمع الفيديو وهتتفرج عليه. بسبوسه يا اخواتي، وعايزه شير ودعوه تدعوا لي ربنا يتم شفايا على خير. والله تعبانه انا، بص انا كنت الكحه دي ما بتنيمنيش. شير ولايك ودعوه حلوه ليا والمارينا وللجيره الحلوه في اي مكان. باي باي.